واو والله الدراسة عن بعد جدا سهلة يا أخي. بالله سهلة. طيب لا تنسى تحل المسائل حقتنا دامها سهلة عليك ما شاء الله تبارك الله. يب حلها. دامك تقول إنها سهلة خلاص حلها، الله يوفق. يب واحنا بنكمل الجيم حقنا هذا. صح يا موسى؟ يب يا فلفل راح نكمل الجيم حقنا وانت حل الواجب حقنا يا شاطر. انتم لازم تساعدوني. وش اللي تسوونه؟ الاختبارات صارت قريبة. انتم مجانين ولا ايش بالضبط؟ يا رجال ما حد درى عنك، العب بس وفلها، لا تصير نكدي. انت اول شيء اوصل 100,000 مشترك بعدين ذاكر. يب لازم تشتركوا بالقناة عشان يوصل وما يزعجنا، وحطوا لايك للفيديو وتابعونا في هذه المواقع عشان ما يزعجنا. وانت يا اخي ليش تحب تزعجنا يا اخي نبغى ننبسط ونلعب. انت وش اللي تسويه؟ خلنا نلعب يا اخي ملقوف. انتم الاثنين من جدكم ترى لما تجي الاختبارات راح تجيبون العيد، والاختبارات صارت قريبة من جدكم. سمعت وش يقول؟ يقول لازم نقعد نذاكر الاختبارات صارت قريبة وما اعرف ايش بالضبط. تتوقع لازم نذاكر؟ ممكن. لا من جد يبغانا نذاكر. ايه من جد يبغانا نذاكر يا رجال. روح بس يا شباب زودتوها والله. شوف حابين نعرفك بمستر فلفل المحترف في البراشيم والغش، وانا مستر موزة المحترف في المذاكرة في اخر يوم، لذلك احنا منيعين من الفشل مو زيك. وبعدين الدراسة عن بعد سهلة، ما حد بيدري اساسا كيف تحل. انت اللي تحل واحنا ناخذ منك. هذا غش وحرام اللي تسوونه، هذا ما ينفع. وش سالفة المذاكرة 24 ساعة؟ انت برضه وش تسويه؟ ما راح تلحق بلا استهبال. سمعتم الأخبار؟ لا وش فيه؟ الاختبارات في المدارس، أخيرا نقدر أشوف صديقاتي أخيرا. وات يا ولد والله رحنا فيها، أكيد ما راح نقدر نغش. لحظة بس، متى أول اختبار لنا؟ بكرة. وات؟ أنا كيف بلحق؟ ما راح أقدر ألحق. يا مستر موزة لا تخاف، أنا بستعمل تقنية رهيبة جدا للغش، وهي إني أخذ المعلومات من هذا وأعطيك إياها. لا تخاف، أهم شيء اجلس ورايا أوكي، وراح أضبطك. الموضوع عندي سهلها، لا تشيل هم. شوفوا يا أولاد، بناء على التعليمات راح تكون المسافة بين كل طالب وطالب 3 كراسي، وما يختبر إلا عدد قليل جدا في القاعة، ولازم تعقم يدك وتلبس قفاز، وراح يكون لكل طالب مراقب خاص، والأسئلة طبعا من الوزارة. هذا وش فيه ناظرني؟ يناظرك لأنك رحت فيها يا أهبل. خلاص يا أخي روح راقب واحد ثاني يا أخي، ريحتك كلها بطاط، أنا مو فاضي لك يا أخي، ارحمني منك. لا يا فلفل، أنا موجود عشان أراقبك. أنت أهم واحد، لازم تتراقب 24 ساعة. يس هذا الاختبار كان جدا سهل. ايه شباب وش ظلم يا بطاطا. زي كل سنة بعد الاختبارات النهائية تطلع النتائج، وتعرفون هذا الشيء ايش يعني؟ جلسة الحكم بالعقابات من الوالد الله يحفظه. يب انتم الان في قفص الاتهام، اما ان يرضى عنك او ان يجلدك جلد يخليك تعض الارض وتقول انه يا ليت ذاكرت مثل البشر يوم كنت تقدر تذاكر وما قعدت تلعب. وطبعا قبل هذا كله خلونا نلقي نظرة بسيطة على احوال الطلبة في الاختبارات في عام 2020. فيه الطالب اللي اقدر اسميه اللي مرة محظوظ يا جماعة. يعني انتم متخيلين انه ما يحتاج يسوي اي مجهود في الاختبارات، كلها ايزي فل مارك، كل اختباراته عن بعد يا جماعة. هذا مرة فلة. وفيها طلبة اللي يعني بين وبين، يعني في النصف كذا، اختباراتها نصفها عن بعد ونصفها الثاني لازم يروح يختبر عاد. هذا شوي يعني، وهذا كأنك تعطيه ريال وبعدها تصكه كف. وفي عاد النوع الاخير اللي نقول الله يرحمه بكل بساطة، هذا الشخص مرة جاب العيد، اختباراتك كلها حضوري. ونرجع لموضوعنا. انت الحين متورط، ابوك منتظر تقول له بنتائجك والخيزرانة جنبه. وش تسوي يا فلفل؟ وضعك مرة صعب. انا وش دخلني؟ لانك كل مرة تجيب العيد يا اخي. انا اجيب العيد يا رجال؟ وش تتوقع؟ انا كل اختباراتي عن بعد، تحسبني مثلك او مثل هذه الموزة؟ يا عمي انا كل اختباراتي عن بعد فل. انا ما اخاف، وانا متأكد اني جبت درجة عالية. وهذا المسكين وش فيه؟ كأنه شاف جني. هذا الله يستر عليه جاب العيد يا اخي، اختباراته نصفها كانت حضوري. مسكين يا اخي. جت الرسالة، اكيد طلعت النتائج. يس فل، جبت درجة كاملة، انا الاول على الفصل. يس يس يب يس.
واللي يا فلفل انت الاول ولا ايش؟ لا انا قبل الاخير لكني يعتبر نجحت. ايه والله اني كفو. وهذا شيء تتفخر فيه انت. يب لاني مو الاخير. طيب بس اذا انت مو الاخير مين الاخير؟ هذا ولا انت شفت الاخير يا موسى؟ أنا غابة كلها أحزان. يلا يا اولاد وروني نتائجكم، ابغى اشوف النتائج حقتكم، مع اني داري انها تسود الوجه كالعاده. يلا يا موزة هات ابغى اشوف ورقتك الحين. الاخير ها؟ يلا خش الغرفه الحين. الاخير انت تجيب الاخير؟ ها وين هذا اللي يقول انا بصير ما ادري ايش وبصير ما ادري ايش؟ جاب لي الاخير انت وجه. يلا يا فلفل تعال دورك. يبا انا هذه المره ناجح، هذه المره ما جبت العيد وانا متاكد. ايه جايبه قبل الاخير ما شاء الله، وهذا شي تتفاخر فيه انت ووجهك. يلا الغرفه. ولا اخر مره والله انا اسف. يلا يا مستر ماس دورك، ورني درجاتك. انا جبت الاول يبا، شوف المعدل كم. جبت جيد جدا لكن الاول. لا الاول انا والله الاول انا الاول يا اخي انا ابوك اقصد انا الاول يبا. الغرفه جايب الاول على فصلك ومتفاخر بهذا الشيء. ها نزل فصلك كلهم زيك وجايب لي 15 على الفصول. وش محسبني؟ نبي تضحك علي؟ كل فصلك قبل زيك. فاشل. انتم دائما تفشلوني. كم خلاص انا كسرت هذا الترم، دائما تفشلوني انتم، دائما انا اتفشل منكم يا اولاد. يبا انا جبت الاولى على الفصل. ما شاء الله شاطرة يا حبيبتي، والله تستاهلي هدية. واحنا خلاص. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك للفيديو واكتبوا لنا بالتعليقات مين انجلد عشان المدرسة. كان معكم مستر ماس. مع السلامة. اشتركوا بعطيكم هديتي.